لدينا حواسيب، لدينا هواتف، نستخدم الانستغرام، تيك توك، يوتيوب، ندرس في المدارس، المعاهد، الجامعات. نحن متطورين كثيرا، لكن مع كل هذا التطور لا يزال هناك عادة متخلفة بين البشرية، ألا وهي العنصرية. العنصرية أقذر مفهوم على الكرة الأرضية. بكل هذا الوعي الذي وصل له الإنسان ولم نستطع أن نتخلص من العنصرية. دقيقة، قبل أن أحكي لكم عن العنصرية في زماننا هذا، دعني أعود بكم إلى العنصرية مع المرأة التي كانت في عصر الجاهلية. كانوا في الجاهلية إذا ولدت امرأة أحدهم بنتا أخذ هذه البنت ودفنها حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إلى أن جاء الإسلام وأكرم البنت، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها. ولكن مع الأسف لا يزال الكثير من العرب إلى يومنا هذا يحتقرون المرأة ويعظمون الرجل. والعنصرية لا تقتصر فقط على التفريق بين المرأة والرجل، بل على لون البشرة خاصة، والجهات بدرجة كبيرة، اللغة، الثقافات، الطبقات الاجتماعية وغيرها. لماذا كل هذه العنصرية؟ فكلكم لآدم وآدم من تراب. هذا قانون البداية. أما قانون النهاية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا مثلكم إنسان مليء بالطموح، تؤذيني النظرة الدونية وسلام بنصف اليد. لم أختر لوني ولا جنسي، معا ضد العنصرية. فما هي أضرار هذه العنصرية؟ تولد الحقد والكراهية، تولد النزاعات، قد تعمل على إشعال شرارة الحرب. فكيف يمكننا أن نعالج العنصرية؟ يجب أن يتكاتف الجميع لعلاج العنصرية. فالحكومات تطبق مبدأ العدل بين الجميع وتفرض القوانين التي تجرم العنصرية، والإعلام ينبذ العنصرية بكل أشكالها، وخاصة في قنوات الأطفال، حتى لا يتعجب الطفل عندما يرى شخصا مختلفا عنه. وبالتالي يجب على قنوات الأطفال أن تعمل على هذا الموضوع مثل هذه القناة. والأسرة تزرع حب وتقبل الآخرين في نفوس أبنائها، والمعلم في مدرسته يعزز القيم الإسلامية التي تمنع التمييز العنصري. فقد ورد في القرآن الكريم أن التفاضل بين الناس لا يكون إلا بميزان التقوى فقط، وأن الاختلاف في الجنس البشري طبيعي وتعدد أنواعه وأشكاله، فقد جعلها الله آية من آياته في هذا الكون. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فلنقف جميعا يدا واحدة ضد الفتنة والعنصرية والتمييز بجميع أشكاله، حتى نرسم بكل ألوان المجتمع لوحة جميلة لوطننا الغالي. فمهما كنت أبيض أسمر، شمالي جنوبي، طويل قصير، سمين نحيف، غني فقير، فنحن عند الله سواسية.